السلام عليكم، معاكم مروان من قناة مهووس نت. هنشرح النهاردة بالتفصيل ازاي ان احنا نقدر نفتح لايف على برنامج كواي، وشرح عن كل حاجة عن اللايف على برنامج كواي. تمام. اول حاجة عشان تفتح لايف لازم يكون عندك 1000 متابع على الاكونت بتاعك. تمام. برنامج كواي ده عموما برنامج زيه زي التيك توك بالظبط، مفيش اي فرق ما بينهم. التيك توك طبعا اقدم بكتير من برنامج كواي، يعني يعتبر كواي تقليد ليه. كواي طبعا في لايفات، في كل حاجة، في فيديوهات قصيرة، كل حاجة زيه زي التيك توك بالظبط. بل بالعكس كمان برنامج كواي يعني يمكن فيه طرق للربح أكتر من التيك توك نفسه. وده اللي احنا هنعرفه في الفيديو الجاي ان شاء الله. هشرح لكم بالتفصيل عن برنامج كواي، وكنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده. هنتكلم عنه برضه بالتفصيل في فيديو تاني، وطرق الربح عنه ومنه وكل حاجة. تمام. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك بالقناة وتكتب لي كومنت لو في أي مشكلة مواجهاك. تمام. أول حاجة عشان نفتح لايف بندوس على علامة الزائد اللي تحت، بيفتح لنا واجهة زي دي كده. تمام. طبعا ما عنديش في الخيارات اللي تحت كلمة لايف عشان الأكونت ده مش مكمل 1000 متابع. لازم زي ما قلت في أول الفيديو لازم يكون عندك أكونت عليه 1000 متابع. أنا حبيت أوريكم دلوقتي إن هو مينفعش. هفتح لكم الأكونت التاني ونبدأ نفتح اللايف. تمام. عندي تحت اهو الالبوم والفيديو والشورت والتمبليت، مفيش خالص اللايف ستريم ان انا اقدر افتح لايف. لازم يكون عندك 1000 متابع على الصفحة بتاعتك، ويكونوا متابعين حقيقيين، ويتقدم على اللايف ويجيلك الموافقة. ساعتها هتقدر ان انت تفتح لايف وتستفيد من ميزات البث المباشر على برنامج كواي. يلا بينا نفتح الاكونت التاني دلوقتي، وده الاكونت اللي عليه ال1000 متابع، عليه اكتر من 1000 متابع. تمام. طبعا زي ما قلت لازم المتابعين يكونوا حقيقيين 100%. عشان نفتح اللايف زي ما قلنا بندوس على علامة الزائد اللي موجودة تحت في النص دي، هيفتح لنا الواجهة دي اهو. عندي ألبوم، فيديو، شورت، تمبليت، اللايف. تمام. طبعا بدوس على اللايف بيفتح لي واجهة زي دي كده. بقدر ان انا اكتب فوق العنوان بتاع اللايف بتاعي زي ما انا عايز. تمام. بقدر ان انا اشاركه فيسبوك، واتساب. علامة الجرس دي، دي لو انا عايز الناس عندي، المتابعين اللي عندي يشوفوا البث المباشر او لا. لما هي بيضة كده كده هيجي نوتيفيكيشن او اشعار للناس اللي متابعاني ان انا هفتح لايف. لو هي بالرصاصي يبقى مش هيجيلهم اشعار ان انا هفتح لايف. تمام. عندي علامة الزائد اللي في المستطيل الكبيرة دي، اد البوم. لو انا عايز ان انا اضيف غلاف لللايف بتاعي، بضيفه. تمام. صورة يعني لللايف بتاعي. تمام. عندي تحت علامة الهاشتاج دي اللي جنبها كلام، دي بحط نوع اللايف اللي انا هعمله، سواء دانس او سينكينج او ايا كان ريليجن. طبعا لو انت مش حابب ان انت تكتب بتعمل نون، ولو حابب ان انت تكتب نوع اللايف بتاعك بس مفيش خيار من دول بتختار كلمة أظرف. تمام. وطبعا ده بيساعدك ان انت تعلي اللايف بتاعك طبعا. تمام. طبعا عندي الحاجات اللي تحت دي، بجهز الكاميرا بتاعتي قبل ما ابدأ اللايف، و سواء احط فلتر او لا، كل ده بختاره من الحاجات اللي تحت دي. بقدر طبعا ان انا اظبط الكاميرا بتاعتي سواء هعملها امامية او خلفية، واظبط كل حاجة قبل ما ابدأ اللايف. تمام. بعد كده بدوس على الدايرة اللي تحت دي، بدوس عليها بخليها صح ببرتقاني، اوافق ان انا اكتر من 18 سنة، لان مينفعش حد اقل من 18 سنة يفتح لايف على البرنامج. بعد كده بدوس على كلمة ستارت لايف وابدأ اللايف بتاعي. هنا انا كنت بضيف صورة غلاف عشان قال لي لازم ان انا اضيفها. تمام. هدوس دلوقتي على ستارت لايف وهيبدأ اللايف بتاعي معايا زي ما انتم شايفين كده اهو. كده اللايف فتح معايا. تمام. زيه زي التيك توك بالظبط. عندي فوق اهو الشعبية بتاعتي، وده نادي المعجبين. تمام. بقدر جدا ان انا احط صندوق، بس طبعا لازم يبقى معاك مسات، لازم تبقى شاحن من قبلها، وممكن تشحن وانت في اللايف عادي جدا. تمام. طبعا مينفعش الخلفية بتاعتك تبقى سودا، لازم يبقى في إضاءة، وإضاءة كويسة، والكاميرا تبقى متثبتة. عايز تفتح بيكيه كل ده متوفر معاك. تمام. كده دي تكون نهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو لصحابك أو لصاحبك اللي عايز يفتح لايف على برنامج كواي. وتكتب لي كومنت لو في أي مشكلة مواجهاك على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا.
بحل أي مشكلة هتواجهك اكتبها لي في كومنت وهرد عليك في كومنت، ولو أما مستعد إن أنا أعمل لك فيديو ليها مخصوص، سواء يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، اكس، ثريديس، سناب شات، أي حاجة اكتب لي كومنت ليها للمشكلة اللي عندك وأنا هحلها لك بإذن الله.